يلا بقى الحقي هاتي البسارية وخليليها في البيت، وفي يومين بس هتاكلي منها وهتكون بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. طبعا طعمها تحفة جدا وكمان احلى من الشكل. هاتي بقى يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسوله ونبدأ مع بعض في احلى واجمل تحضير. انا هنا جبت كيلو بسارية، غسلته ونشفته كويس جدا، وطبعا سبت الراس بتاعته وجيت عند بطنه كده شلتها. لو انت مش عايزه تعملي الخطوه دي مفيش مشكله. اهم خطوه تنشفيها كويس، وتجيبي 4 معالق ملح خشن ومعلقتين شطه حمراء، تكوني عاملاهم كده، وبعد كده تقلبيهم تقليبه كويسه وبالراحه. اهم حاجه انك تقلبيهم كويس وتخلي كل الملح يوصل للبسارية بتاعتنا ويتملح معانا، ما يكونش ولا بسارية ما فيهاش ملح عشان ما تبصش معاكي. وبعد كده تنزلي بيهم بقى في البرطمان كده بالراحه، واحده واحده وبالرقه، لان البسارية حساسه جدا. وحبه زيت كده، ربع كوبايه زيت. وبعد كده هتجيبي كيس تلاجة وتقفلي الغطا كويس لو انت مش واثقه في الغطا بتاعك، وتسيبيها لمده يومين 3 ايام بالكتير. هتلاقي الميه بتاعتها نزلت وكلتي احلى واجمل بسارية. هنا ما استوتش، وهنا الشكل دوت بعد السوا الشكل جميل جدا، يا رب يعجبك.